فيديو النهارده هنتكلم على موضوع كذا حد كان بيسأل عنه الفترة اللي فاتت، وانا بتكلم على البرفيومز النيش والبرفيومز الديزاينر. كان ناس كتير بتشتكي ان البرفيومز دي غالية والبرفيومز دي مش افوردبل للشباب الصغير لسه في الجامعة وكده. فعشان كده الفيديو بتاع النهارده البرفيومز بتاعت زارا اللي معروف عنها ان هي اسعارها مش عالية قوي، وفي نفس الوقت الروائح اللي فيها مؤخرا بقت احسن بكتير جدا من زمان. خليني بس سريعا كده اقول لكم حاجة عن زارا. زارا بيمشي بالبيزنس موديل بتاعه او الحاجة اللي هو ماشي بيها حاجة اسمها الفاست فاشن. والفكره في الموضوع ان هو كل شهر او كل اقل من شهر كمان بيبقى عنده كولكشنز جديده، فهو ماشي بالمبدا ده بحيث ان هو يبيع اكتر على مستوى العالم وعنده فروع كتير وهكذا. فهو لما دخل مجال البرفيومز دخل بنفس الطريقه، ان هو ما عندوش حاجه يونيك، ما عندوش حاجه بتاعت زارا اللي هي ديزاين باي زارا، هي معظمها محاكاه لعطور ناجحه جدا في العالم، وهو بيعمل عليها تعديلات بسيطه بحيث ان هي ما تبقاش ايدنتيكال 100%، بحيث ان هو يقدر يبيعها ويقدر يبيعها بسعر ارخص كمان والناس تقدر تشتريها. بس طبعا في حاجه مهمه جدا، ان الكواليتي طبعا بتاعه الحاجه اللي هتتباع عنده ب 400 جنيه مش هتبقى هي نفس الكواليتي بتاعه الحاجه اللي بتتباع ب 3000 جنيه او ب 2000 جنيه. خلينا متفقين على ده. زمان مثلا من 3 سنين البرفيومز بتاع زارا انا بالنسبه لي ما كنتش بحبها قوي، كنت بحس انها خفيفه قوي مش بتقعد وفوحانها بسيط نص ساعه مثلا ولا حاجه وبيروح. لكن مؤخرا يعني اخر سنتين كده ابتديت ان انا اجرب اكتر من حاجه، وابتديت فعلا ان انا يبقى عندي في المجموعه بتاعتي حاجات من زارا ممكن احطها في العربيه، ممكن احطها مثلا في الحمام، حاجه تبقى بالنسبه لي كل يوم هستخدمها بدل ما استخدم الحاجات الغاليه اللي عندي في مشاوير مثلا بسيطه او رايح حاجه بعملها كل يوم. خلينا نتكلم في اول برفيوم في الحاجات اللي من وجهه نظري انا شايف ان هي حاجات قويه جدا في زارا، هو ريتش وورم ادكتيف. ريتش وورم ادكتيف اسم يعتبر على مسمى، يعني هو ريتش فعلا في مكونات كتيره جدا، في عسل وتبغ وفانيليا وخشب الصندل. ادكتيف بمعنى ان انت هتحب ان انت تستخدمه كتير. بصراحه انا جبته مرتين ومرتين خلصوا، وهو اصلا دلوقتي مش موجود بسبب يعني الجمارك والمشاكل اللي موجوده دلوقتي. فهو فعلا عطر تحب ان انت تجيبه، وهو يعتبر شويه يعني مميز، او نقدر نقول هو مش يونيك 100% طبعا، بس نقدر ان هو قريب شويه من باكو ريبان 1 مليون. زي ما انتم عارفين باكو ريبان 1 مليون برده فيه عسل وفيه خشب صندل، هو قريب منه شويه، يعتبر بديل ليه كويس. يعني هو بيفكرني بيه قوي. مشكلته الوحيده بس بالنسبه لي ان فوحانه سريع، بيروح بسرعه شويه، دي مشكله. يعني ممكن يقعد ساعه مثلا ولا حاجه، الفوحان بتاعه ضعيف جدا، ولكن الثبات بتاعه ممكن يقعد 4-5 ساعات، ده ما فيهوش مشكله. فالناس اللي بالنسبه لها الفوحان مش ازمه، زي مثلا لو حد في الشغل مثلا، طبيعي انت في الشغل مش بتبقى عايز ريحتك تبقى فواحه قوي، خصوصا انت لو قاعد في اوضه مثلا فيها 4 ولا حاجه، مش عايز ان انت تبقى ريحتك فواحه، بس انت عايز ريحتك تبقى حلوه. فريتش وورم ادكتيف هيبقى لطيف جدا. الافضل ان انت تستخدمه في الشتاء عن الصيف، والافضل ان انت يعني تستخدمه بالليل. ممكن تستخدمه الصبح طبعا عادي، بس الافضل يعني من وجهه نظري ان هو تستخدمه بالليل احسن. وهو برده على فكره ينفع حريمي شويه، عشان سنه العسل اللي فيه ممكن الستات تحبها، خصوصا الستات اللي بتشرب سجاير هتحبه قوي، لان هو الميكس ده لما بيبقى مع ريحه الدخان اللي بتبقى في اللبس بيعمل ميكس لطيف جدا. البرفيوم الثاني اللي هتكلم عنه هو فايبرنت ليذر، وده انا قريت عنه كتير بصراحه. انا شميته في زارا ما جبتوش، لان قريت كذا حد بيقول ان هو في من كريد ايفنتوس كتير، يعني يعتبر بديل حلو لكريد ايفنتوس. واللي طبعا ما يعرفش كريد ايفنتوس من اقوى البرفيومز الرجاليه ممكن نقول على الاطلاق، من اشهرهم ومن اغلاهم طبعا. هو غالي جدا، وده اللي بيخليه ناس كتيره وانا منهم ما بنجيبهوش، لان هو برده فيه عيوب، ان هو البرفورمانس بتاعه مش احسن حاجه، بس طبعا ريحته يونيك جدا وريحته جامده جدا. فانا لما قريت الارتكلز دي وقريت الريفيوز دي لقيت ان في ناس كتير بتقول ان هو بديل حلو قوي لكريد ايفنتوس، وهو فعلا يعتبر بديل لطيف. يعني كريد ايفنتوس في طبعا من اسمه جلد، وفي برجموت، وفي خشب البامبو. طبعا كريد ايفنتوس فيه اناناس، وفي ممكن نقول سي نوتس او فواكه، حاجه زي كده. الفوحان بتاعه احسن شويه من الفوحان بتاع ريتش وورم ادكتيف، ممكن يقعد ساعتين 3 ساعات مثلا، والثبات بتاعه برده في نفس الرينج 5-6 ساعات. فده يعتبر اوبشن لطيف جدا للناس اللي برده بتحب الوسط شويه. طبعا برده من اكتر الحاجات الحلوه اللي فيه سعره يعتبر كويس قوي، يعني $20. $20 ده يعني حوالي 400 جنيه مثلا، او 400 جنيه او 390 جنيه حاجه زي كده. طبعا ده سعر ممتاز جدا مقارنه طبعا بكريد ايفنتوس اللي هنا في مصر لما بلاقيه يعني بلاقيه 7-8000 جنيه، فطبعا غالي جدا جدا جدا. برفيوم لطيف، ممكن يقعد معاك سنه مثلا، الازازه بتاعته كويسه. في نفس الوقت زي ما بقول لك، لو انت في ريحه فعلا عاجباك وعايز تجيب حاجه بديله ليها، مش هتلاقي فعلا احسن من فايبرنت ليذر بديل لكريد ايفنتوس. لو انت وصلت للجزء ده من الفيديو فده معناه ان انت الفيديو عاجبك ومهتم بالمحتوى اللي فيه، فممكن تعمل لايك للفيديو علشان تدعم الفيديو ده وتساعد ان ناس كتيره تشوفه وتستفيد منه. والبرفيوم الثالث اللي هتكلم عنه هو مان بلو سبيريت. مان بلو سبيريت برضو لو هنقول البديل اللي زارا واخداه او المحاكاه اللي واخداه
فيها من البرفيوم التاني، او البرفيوم اللي هم واخدين منه روح البرفيوم ده، هو باكو ريبان انفكتوس. وده طبعا من انجح البرفيومز اللي باكو ريبان عملتها، ومن اكتر البرفيومز اللي انا بحبها شخصيا. انا بس بفضل طبعا باكو ريبان انفكتوس عن مان بلو سبيريت، بس هو طبعا يعتبر بديل. طبعا فريش ومنعش في الصيف هيبقى حلو قوي، ممكن تستخدمه في الخريف، ما يستحسنش قوي تستخدمه في الشتاء. هو في ميزه بالنسبه لي جميله جدا ان هو عام فيرستايل، ممكن تستخدمه في مواقف كتيره، يعني ممكن تستخدمه في الشغل، ممكن تستخدمه وانت خارج، ممكن تستخدمه بالليل، حتى في اي موقف من المواقف دي ممكن يبقى لطيف. هو بالنسبه لي هو انفكتوس يعني يعتبر قريب جدا، بس انا الاداء بتاع انفكتوس بصراحه احسن بكتير من مان بلو سبيريت. بس طبعا فرق البرايس بتاعهم كبير جدا، هنتكلم مثلا في $15 ولا حاجه، 350 جنيه، وانفكتوس بحوالي 2500 جنيه، فطبعا فرق شاسع في الكواليتي. ولكن هي نفس الريحه والفوحان والثبات، اقل طبعا من باكو ريبان انفكتوس، بس ثبات وفوحان مقبول بالنسبه للفئه السعريه اللي هو محطوط فيها. ورابع واخر برفيوم هتكلم عنه هو وورم بلاك، وده من اكتر البرفيومز بصراحه اللي انا برضو حبيتها وجبتها، لاني بحب توباكو فانيليا توم فورد، وهو فعلا يعني قريب جدا جدا من توباكو فانيليا. لو حد جربه طبعا هيبقى عارف، الناس اللي بتحب التبغ والحاجات دي هتبقى لازم تبقى عندها توباكو فانيليا اتليست يعني. والناس اللي شايفه ان برضو سعره غالي، ان هو فعلا سعره غالي، ممكن تروح لاتجاه وورم بلاك، هيبقى اوبشن لطيف جدا. طبعا ده شتاء وخريف بحت، في الصيف نو واي ان انت تحط حاجه زي كده، ان هو فعلا تقيل. ريحه التبغ اللي فيه بالنسبه للناس برضو اللي بتشرب سجاير هيبقى حلو قوي، وهيتفاعل كده ريحه الدخان في لبسهم، هيبقى حلو. في طبعا اتجاهات بالنسبه للاطراءات اللي فيه، في ستات مثلا بتشوف ان هو حلو. انا بالنسبه لي معظم يعني الناس اللي شموه عليا قالوا لي ان هو حلو، وسالوني انت حاطط ايه، ودايما بيجي لي منه تعليقات ايجابيه. بس في ناس تانية ممكن تشوف ان هو تقيل شويه، او ان هو زياده عن اللزوم. يعني انت لو قاعد في اوضه مقفوله ورشيته 4 مثلا معاك في الاوضه هيشموه، ممكن يبقى مزعج بالنسبه لهم. فورم بلاك هيبقى بديل حلو ليه، ورخيص طبعا، هو ب $12 تقريبا، يعني حوالي 300 جنيه، فطبعا برايس ممتاز. وطبعا بما ان هو تقيل اصلا في العادي، فاكيد النسخه اللي هتبقى معموله محاكاه برضه هتبقى تقيله، مش هتبقى تقيله زيه بس هتبقى تقيله برضه، فيعتبر هو ده احسن حاجه في البرفورمانس لو انت بتبص للبرفورمانس يعني. وانا انصحك انك تجرب تشمه، لان ريحه الحاجات التبغ والفانيليا بالذات يا اما هتحبها من اول مره يا اما مش هتحبها، فجرب تجيبه. وفعلا لو عجبك هتبقى جايب حاجه محترمه جدا، وهتلاقي نفسك بتستخدمه مع الوقت كتير، هتلاقيه مناسب جدا جدا في الشتاء وخصوصا بالليل. ودول تقريبا كانوا سريعا كده الاربعه برفيومز اللي انا شايفهم حلوين قوي في زارا. ممكن بعد كده نعمل بقى فيديو عن البرفيومز الحلوه في الشتاء لزارا، البرفيومز الحلوه في الصيف لزارا، البرفيومز الحلوه في الخريف، لان هم فعلا الكولكشن بتاعتهم بقت كبيره جدا دلوقتي، وبقى فعلا في حاجات كتيره حلوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك ليه، لان ده فعلا بيساعد على انتشار الفيديو. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصل لكم دايما الفيديوهات الجديده اول ما تنزل. وممكن تعملوا لي فولو على انستجرام، انا بنزل هناك محتوى مختلف خالص، وبنزل حاجات جديده كل يوم. باي باي.